الفل يا رب. طبعا تكونوا بخير وتكونوا بألف صحة وسلامة. الفيديو ده أنا جاي أتكلم عن شوية أخبار، وطبعا زي ما احنا شفنا اللي حصل مع نادي الزمالك في التتويج وزيزو ما سلمش على المفروض الممثل بتاع نادي الزمالك. انا بجد طبعا بعد المباراه دي الواحد حزين جدا 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 جدا، خاصه ان انت خلي بالك ما قدمتش كرة حلوه. انا هفضل هنا اقول لك الصراحه واقول لك الحقيقه، وصدقني انا عاوزك تبقى واثق جدا في وجهه نظري. نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك ما بيلعبوش كوره. اللعيبه دي عندها مشاكل يا جماعه رهيبه جدا. والعيب يا جماعه مش عيب مدرب، لا، انت عايز تجيب مدرب يعلم اللعيبه دي كرة القدم، يعملهم معامله اطفال او ناشئين لسه، يعلمهم الاستلام والتسلم ويتحركوا ازاي ويعملوا ايه. انت بتجيب واحد بتحفظه القرايه والكتابه من اول وجديد، انا بقول لك الحقيقه. لكن دي لعيبه لا تفقه شيء عن التحركات بدون كوره ولا بكوره ولا التفكير، حتى هم معاهم كوره هيعملوا ايه. ففي حاجات كده بدائيه ملهاش علاقه يا جماعه بالمدرب. المدرب يا جماعه يقول له والله بص في ثغره كده هنلعب عليها هنا، هنلعب عرضيات من اليمين او من الشمال، هنخترق من العمق، انت هتخش هنا، ده يخش هنا، هترفعها له هنا. لكن كواليتي الباص بتاع اللعيب، كواليتي الفينش بتاع اللعيب، الحاجات دي كلها، التحرك نفسه بتاع اللعيب بدون كوره، ده بيبقى ذكاء من اللعيب. لما اللعيب يكون رجله في رجله الكوره وراح مثلا مرتده ويبقى 3-2، واللعيب ده صانع الالعاب سواء ناصر ماهر او غيره، ويدي الكوره للعيب ممسوك وما يديش اللعيب الفاضي، دي تقول لي مدرب ازاي؟ دي يعمل فيها ايه؟ ما هوش ماسك يا جماعه دراع بلاي ستيشن بيلعب بيه فيقول لك هو اللي داس على الزرار غلط ولا هو وجه غلط. ده هو اللعيب بقى اللي بيفكر في الوقت ده. دي امكانيات اللعيب هي اللي بتظهر. وللاسف امكانيات عندنا اللعيبه الله اكبر زي الفل، قرارات كلها سيئه. اصل يا جماعه اي مدرب بتجيبه بيقول لكم النقط دي، والله هنلعب على اليمين، والله هنلعب على الشمال، نلعب من ورا كوكا، نلعب من ورا مش عارف هاني، الكلام ده كله كلام تدريبي عادي. لكن هيعلمهم بقى بص ويخليه يفضل بقى يعمل بقى كرة من ورا المدافع ولا من ورا الوينج ولا من ورا الباك ولا مش عارف ايه، ويعلمه ازاي يستلم بقى الكرة كده على صدره كده وباصي ازاي. مفيش مدرب هتجيبه على مستوى العالم هيعمل لك كده غير واحد بس، تركيز جونياس. شوفوا لما مسك وادي دجله، انا عارف ان انا زهقتك معايا، كل شويه اقول لك تكيس. هو ده يا جماعه الحل، هو ده الحل عشان تلعب وتقدم كوره بجد. ده هينضف لك السكواد كده وهيطور لك اللعيبه اللي ممكن تتطور، ويلعب بقى كوره، نلعب بقى كوره تحركات وهات وخد. خلي بالك مشكلته مع وادي دجله كان بيعمل كل حاجه في الكوره، لكن ما عندوش مهاجم بيخلص. مفيش، كان بيروح ومسيطر كل حاجه وعمالين بيضيعوا فرص. مع ان خلي بالك لو عنده مهاجم ولا اتنين قناصين بجد اتفرج وادي دجله دي خدت الدوري باللعب اللي بيلعبه ده. راح مع بيراميدز ما خدش فرصه كامله. الراجل ده عايز تجيبه، انا بقول لك قعدوا من 2 ل3 بعد كده احكم عليه. 2 ل3 احنا بنقعد يا عم الشناوي 3-4 شهور على المدرب؟ ما هو ده غلط يا حبيبي، ده غلط، ده مش صح. ما انت فاكر انك انت بتبني كده فريق؟ ده غلط، ولا عمرك هتفضل زي ما انت. ليه؟ هقول لك بسيطه قوي. دلوقتي انا جيت مدرب لنادي الزمالك، والله مش مقتنع بقى بعدي بدونجا بناصر ماهر بعبد الله السعيد بفتوح ببنتايج، مش عاوزهم، مش مقتنع بيهم. هاتوا لي ناس غيرهم. طب بخلي الناس في الفرقه ماشي، بس انا عايز ناس غيرهم. جبت ناس غيرهم، وطبعا اللعيبه دي زعلت ومشوا، هنمشيهم. طيب قعدت 2 3 4 5 هوب فشلت. طب امشي يا عم الحاج ده. اللعيبه اللي انا اخترتهم وانا مقتنع بيهم هيجي مدرب تاني مش مقتنع بيهم، لا انا مش عايز فلان وفلان وعلان ولا لا، هاتوا لي بقى فتوح، هاتوا لي بنتايك، وهاتوا لي مش عارف مين ومين. قعدت 4 5 شهور، المدرب اللي بعدي
مشي، لا مش مقتنع انا بدول، انا عايز، وهكذا هتفضل في الدايره دي، هتفضل في الدايره دي مدى حياتك. دايره كده عمال بتلف فيها مدى حياتك، مش هتخرج منها، مش هتخرج منها. لكن لو جبت مدرب سنتين وثلاثه، وانت شوف اوروبا يا جماعه، مدربين مانشستر، شوف مثلا السير يا جماعه قعد قد ايه، شوف قعد قد ايه، وبيبني فرقه ويبني جيل، وجيل يخلص ويصبروا عليه ويحاول يبني جيل تاني وهكذا. هي دي الكوره يا جماعه. مفيش مدرب يا جماعه يقعد سنه ولا كام شهر، مفيش. لا، من سنتين لثلاثه بعد كده احكم عليه. بس جيل مدرب يكون كويس، يعني في رجا يجي منه، مش زي جوميز او يانيك مش زي يانيك فيريرا. ده سيء جدا يا جماعه، سيء جدا، سيء جدا. وخلي بالك تروب اللي عندهم مع الاهلي ده سيء جدا، سيء جدا. هقول لك ليه، معلش انا هقطع الزمالك شويه. ماتش السيراميكا لما كان كسبان 2-1، هما طبعا طالعين بالسما عشان كسب بطوله، وعادي احنا عارفين كسبها ازاي يعني. لما كان كسبان 2-1 طلع زيزو، وطلع بن شرقي، وطلع تريزيجيه، وطلع كل اللعيبه الحلوه اللي عنده. ولولا الحكم، ولولا التحكيم، وربنا سترها معاهم، كان زمانه نقدر نقول ان هو كان اتعادل. فلو اتعادلت بدون ما يعني احسن لعيبه عندك موجوده بتلعب ضربات جزاء، واحسن لعيبه عندك اصلا مش هيلعبوا اصلا ضربات جزاء، انت كده خسرت الماتش. بسبب ان هو الراجل ضمن يا جماعه 2-1 مش هيحصل حاجه، فريح اللعيبه بتاعتي في اخر 10 دقايق ولا حاجه. فده قرار يبين لك ان المدرب ابيض على الابيض، وهتشوفوا بعدين عادي، خليهم طالعين بالسما مفيش مشكله، وكده كده هيطلعوا من افريقيا يعني، ما تقلقوش. وعادي سهله وبسيطه. نرجع بقى لنادي الزمالك تاني. فانت لازم تجيب تاكيس جونياس تقعده من 2 ل3، وصدقني الزمالك ده هيبقى في حته تانيه خالص، ولكن نصبر عليه يبني الفرقه في سنه، ويجيب لعيبه ما تمشيش معاه، يشوف اللعيبه اللي مشيت معاه تكمل معاه، واللعيبه دي تمشي، والسنه اللي بعديها يشوف ويصف ويعمل، لغايه لما في السنه الثالثه دي هيبقى عندك سكواد بيلعب بقى كوره. سكواد هو خلاص مقتنع بكل تقريبا اللعيبه اللي فيه، مش اقل من 17 18 لعيب، 20 لعيب وهو مقتنع بيهم. ليه؟ قعدوا معاه سنتين وفلترهم، عادي يفلتر لغايه لما جاب بقى الصفوه. انت فاهم انا بفكر في ايه؟ ده الصح. بص، في شويه اخبار، تعالوا بقى نخش شويه كده اخبار في السريع. اهم حاجه يا جماعه، ما تنسوش يا جماعه بقى الدعم واللايك والسبسكرايب. يعني عايزين نرفع بقى اللايف ده شويه، لايف ايه نرفع الفيديو ده شويه، يعني 100 لايك بقى، يعني ابدعوا. طبعا عندك احمد حسام ميدو قال لك في تصريح: يانيك فيريرا حرض بعض لاعبي الزمالك على التمرد وعدم نزول التدريبات بسبب مستحقات الماليه متاخره قبل تدخل احد نجوم الفريق بانهاء الازمه. واحمد حسام ميدو برضو قال: زيزو لا يستطيع ان يفعل معي مثلما فعل مع هشام نصر، سيكون لي رد فعل قوي، ولا اقبل تصرف اي لاعب بعدم المصافحه فهذه اصول يجب ان نحافظ عليها. بصوا يا جماعه، فككم من الكلام، انا بالنسبه لي مش بعترف بكلام. انت مدربين والناس اللي بتقعد في التلفزيون دي وتقول لك المدرب عمل واللي ويجي يدربوا نفس الفرقه بيعملوا انيل من كده، وينتقد المدربين، ويجي هو يدرب، يا نهار بيعمل كوارث. فنسيبنا من الكلام ان احنا ما جربناش بصراحه، ما جربناش احمد حسام ميدو، لكن هو شخصيته قويه طبعا بالنسبه للموجودين دول. خوان بيزيرا طبعا انتوا عارفين ان هو خوان بيزيرا في التتويج ما سلمش على اي حد من المندوبين والناس اللي واقفه على المنصه تسليم الكاس والميداليات. قال بقى ايه؟ نزل طبعا: اود ان اوضح للمسؤولين الرياضيين في مصر والجماهير نادي الزمالك انني لم اقصد باي شكل من الاشكال اظهار اي سلوك غير لائق في منصه كبار الشخصيات خلال المباراه الاخيره. كلام محترم. واكد مجددا احترامي الكامل لجميع المسؤولين والمشجعين وتقديري العميق للنادي الذي امثله. الراجل يا جماعه محترف وبجد بيلعب بقلبه، انا بحب الواد ده، بحبه جدا. لقد تحدثت مع اداره النادي واداره الفريق لتوضيح الموقف،
لن اتردد ابدا في اظهار الاحترام للجميع في كل الاوقات، وللاسف تم تفسير تصرفاتي بطريقه خاطئه. كنت في حالة صدمة وإحباط بعد خسارة اللقب، لأنه مهما كان مهما للغاية، لأنه كان مهما للغاية بالنسبة لي، للنادي وللجماهير وكل المجموعة. أؤكد التزامي بالروح الرياضية داخل الملعب وخارجه، وأعتذر بصدق عن أي خطأ غير مقصود من جانبي. كلام محترم. طبعا يا جماعة حامد حمدان وحامل حمى اللي احنا كنا عايزين نجيبه في خط النص، وبتروجيت قعدت بقى تعاندنا وتحاربنا ومش عارف ايه ومشاكل، والواد عايز يجي الزمالك وهم وقفوه عملوه وحرب غير طبيعيه. كل ده عشان يروح النادي الاهلي، كل ده عشان يروح النادي الاهلي. ويجي واحد يا جماعه مش فاهم اي حاجه في اي حاجه يقول لك الزمالك وانتوا ها ها ها، هو اصلا مش فاهم ان الزمالك بيتحارب من كل الجهات، من كل الجهات، ونادي قادر يصمد وبيوصل للنهائيات وبيكسب بطولات. نادي مفلس وما عندوش فلوس، ما عندوش اي حاجه في الدنيا ولا اعلانات. كل يا جماعه التلفزيون اعلانات لعيبه الاهلي، في حاجه اسمها كده؟ فين بقى يا عم؟ لو احنا 20 30 مليون بس، لو احنا 20 مليون، فين يا عم الناس اللي تعمل حتى اعلانات ل 20 مليون دول زملكاويه مثلا؟ ده عدل؟ ما فيش عدل يعني، معروفه. الاهلي بيقول لك ايه بالنسبه لمحمد حمدان؟ الاهلي يحصل على موافقه نادي بتروجيت الجميل جدا التعاقد مع حامد حمدان، ويكلف سيد عبد الحفيظ مهمه اقناع اللاعب بالموافقه على العرض. يعني كابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي هيروح يقنع حامد حمدان ان هو يوافق على الانتقال طبعا للنادي الاهلي، عشان طبعا ديانج مش عايز يجدد وخلاص، تقريبا ممكن يروح بيراميدز، فقال لك نجيب بداله حامد حمدان اللي احنا عايزين نجيبه، الولد عايز يجي الزمالك، فيحاولوا بقى يغروه بقى واعلانات ومش اعلانات والكلام ده اللي احنا عارفينه. وعادي يعني، وعادي يعني، لنا الله. هنقول ايه يعني؟ هنقول ايه؟ لنا الله بجد، لنا الله بجد. وبصراحه يا جماعه، بصراحه انا تعبت من الكوره المصريه، تعبت جدا من الكوره المصريه. مفيش كوره، مفيش كوره بجد. هو نادي اوحد الكل بيدعمه وخلاص، يعني هو نادي اوحد يا جماعه، كل بيدعمه، كل المؤسسات بتدعمه، ونادي الزمالك مفيش. فخلاص احنا بنحب الكيان، بنحب النادي، فنفضل نشجع الكيان وهنفضل ورا الكيان ورا النادي ده لغايه لما يعني الحال ينصلح. هينصلح امتى؟ محدش عارف، بجد محدش عارف. بس ما تنسوش بقى يا جماعه اللايك طبعا والشير وسبسكرايب، ويعني عايزين نكبر القناه دي في اسرع وقت، يعني نبقى صوت الزملكاويه، نتكلم بشكل محترم بشكل لائق، وبنحترم الجميع طبعا، اهلي وزمالك واسماعيلي وكل الانديه. وطبعا احنا ورا بلدنا ربنا يحفظها يا رب ويجعلها طبعا امنه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.